السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو ده حابب أشكر كل الناس اللي بتدعمني وبتسمعني وبتعلق تعليقات سواء بالإيجاب أو بالسلب. انتوا السبب بعد ربنا في إننا نكمل ونكبر يوم بعد يوم. ولو أنت أول مرة تشوفني حاول تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليوصلك كل ما هو جديد من شرح ونصائح بإذن الله. يلا بينا. النهارده هبدأ أشرح الوحدة الأولى وأحل معظم تمارينها وأهم الأسئلة بتيجي في الامتحان في ثانوية عامة، وبيركزوا دايما على الأسئلة دي في الامتحان مع الصف الثالث الثانوي الشعوبة الأدبية سواء عام أو أزهر. النهارده هناخد معامل الارتباط وتعالى نخش على الارتباط خط الانحدار والحاجات دي. أول حاجة يعني كلمة ارتباط، قال لك وطريقة إحصائية بتعرف بيها قوة ونوع ودرجة العلاقة بالمتغيرين. يبقى أنا عندي طريقة إحصائية ممكن من خلالها تحديد نوع ودرجة الارتباط بين متغيرين. وعندي نوعين من الارتباط، عندي ارتباط بسميه ارتباط طردي، وعندي ارتباط تاني بسميه ارتباط عكسي. يعني كلمة ارتباط طردي قال لك لو متغير بيزيد التاني بيزيد معاه، متغير بيقل التاني بيقل معاه. طب يعني كلمة ارتباط عكسي قال لك يا باشمهندس لو واحد بيزيد يبقى التاني بيقل، ده بيقل التاني بايه؟ بيزيد. يبقى ارتباط طردي يتزايدان معا أو ينقصان معا، يبقى بيزيدوا مع بعض يا بيقلوا مع بعض. طب ارتباط عكسي قال لك اهو احداهما يزيد والاخر يقل، او العكس، الاول بيزيد الثاني بيقل، او الثاني الاول بيقل والثاني ايه؟ بيزيد. قال لك يا باشمهندس عندي حاجه اسمها معامل الارتباط. يعني كلمه معامل الارتباط قال لك هو مقياس كمي، هو هو مقياس كمي بيعمل ايه؟ بيقيس قوة الارتباط بين متغيرين. قال لك معامل الارتباط ده محسوب بالقيمتين من سالب واحد لواحد. حاجة انت كطالب ثانوية عامة افهم ان سالب واحد ده معناه عكسي، وواحد طردي، او معنى صح سالب واحد عكسي تام، وكل عكسي ده اكبر حاجة في السالب واحد. حلو. طب الواحد طردي تام. وعند خط الاعداد مهم جدا، قال لك اوله يا باشمهندس سالب واحد، اخره واحد، في النص ما بينهم اللي بيقسمهم صفر. حيث الواحد ده بسميه طردي تام، سالب واحد عكسي تام. طب والصفر قال لك منعدم. ماشي، ده واحد طردي سالب واحد عكسي. قال لك كلما اتجهنا نحو اليمين بيزيد الطرد، بمعنى واحد من عشرة، اتنين من عشرة، تلاتة من عشرة لحد ما يوصل لواحد، وده أكبر حاجة بالنسبة لي. لو رجعت لورا كلما اتجاه ناحية الشمال بيزيد بعد الصفر بيزيد العكسي. طب قوة الارتباط دي بحددها منين؟ قال لك لو الره، مقياس الره أكبر من الصفر وأقل من الأربعة، بمعنى واحد من عشرة واتنين من عشرة وتلاتة من عشرة، قال لك يا باشمهندس دهوت معناه، ده معناه إن هو طردي ضعيف. ولو كان بالسالب سالب واحد من عشرة، سالب اتنين من عشرة، ستة من عشرة، نسميه عكسي ضعيف. يبقى الرهنة محصورة بين صفر وأقل من الأربعة سواء بالموجب أو السالب. موجب يعني طردي، سالب يعني عكسي، شدته ضعيف. طيب لو الرهن محصورة بين أربعة أكبر من أو يساوي الأربعة وأقل من أو يساوي ستة من عشرة، قال لك يا باشمهندس أقل من أو يساوي الأربعة أو الستة أو الموجب أو السالب، قال لك دي معناها لو أربعة أو خمسة أو ستة دي معناها طردي متوسط. أما لو سالب أربعة، سالب خمسة، سالب ستة، ده بسميه عكسي متوسط. طيب يقول لك لو الراء مكسورة بين، لو الراء
مقصورة ب أكبر من 6/10 وأقل من الواحد بسميه قوي، سواء طردي أو عكسي. يعني الناسخ 7/10، 8/10، 9/10، فوق 6 بشوية، كده بسميه طردي قوي. أما لو سالب بسميه عكسي قوي، ده بسميه عكسي قوي. يبقى انت لو عندك ان الراء مقصوره من الصفر ل4 ده بسميه ضعيف، لو مقصوره من 4/10 6/10 متوسط يعني الى حد ما. طب لو الراء مقصوره من 6/10 و1 قال لك طردي قوي. خد بالك لو انت عندك علاقه بالمحيطات واي اضلاع فده بيكون طردي تاني، لان المحيط بيساوي مجموعه طول اي شكل، فلو جيت مثلا زودت طول الضلع فالمحيط بيزيد، فخد بالك هنا طردي. تعال معايا هبدأ أحل الأسئلة مع بعض ونشوفوا أهم الأسئلة على الجزئية دي قبل ما نخش السبورة التانية. إذا كان المتغيران يزيدان معا أو ينقصان معا فإن الارتباط بيكون فكرة بيزيدوا مع بعض أو بيقلوا مع بعض، فالارتباط ده بيكون طردي. شكرا، يبقى الارتباط طردي. أقوى معامل الارتباط قلت لك أقوى معامل ملوش علاقة بالسوالب، يعني ما تجيش تقول لي إن السالب 9 ده قليل عشان ده سالب يا أستاذ، يعني سالب 5/10 أكبر منه، لا، كل ما يزيد كل ما أوصل للسالب 1 أوصل للتاني، أو للواحد أوصل للتام بس في الطرد. بمعنى هنا عكس القاعدة اللي احنا خدناها، -1/10 أقل من -6/10. إزاي يا أستاذ؟ احنا متعودين دايما إن كل ما صغير في السوالب كل ما بيزيد. قال لك لا، في الحالة دهيت كل ما بتوصل للسالب 1 كل ما العكس بيزيد معاك. تعال نشوف دي كده. طبعا الارتباط في ماله هو مديك -2/10، -93%، 15%، 2/10. خد بالك افتكر ان معامل الارتباط محسوب من -1 ل1، يعني ما ينفعش تقول لي -2 -3، ما ينفعش تقول لي 2 و3 و4. اقوى معامل ارتباط في مجالي هو -2/10، -93%، 15%، 2/10. والله يا استاذ ده هنا 2، طب دي تقارن 2 9 1 2، اما نيجي تقارن هتلاقي مين اكبر؟ التسعه اكبر واحد، يبقى ده كبير. انت بقى خد بالك لو قال لك عكسي، اقوى معامل ارتباط عكسي في مالي -3/10، -4/10، -5/10، -9/10. جيت قلت لك مش معتمده على الثوابت اللي التركيبيه بكام؟ ب9/10. معامل ارتباط مقياس كمي ينتمي الى اهي من -1 لكام؟ ل1، يبقى الاجابه عندي -1 1 مقفولين. معامل ارتباط الطردي، خد بالك صفر منعدم، ولا طردي ولا عكسي بين الاثنين، فاصبح الصفر مش معاك في الحالتين. انت كفايه الصفر لو قال لك ارتباط منعدم صفر. حلو استاذ، معامل الارتباط الطردي ينتمي الى قال لك محصوره بين -1 ل1. العلاقه بين محيط الدايره واطول نصف قطرها، قال لك اي محيط مع نصف قطر المحيط المربع باضلاعه والكلام ده كله بسميه طردي تام، لان يا استاذ عندك ان المحيط بيساوي 2 باي نط، فمهما زود في النط اللي بيحصل المحيط بيزيد معاه بنفس المقدار، فيبقى الطريق طردي تام. ده اول سبوره معانا. السبوره الجايه هبدا اشتغل على معامل الارتباط وناخد العالمين اللي عندنا باذن الله. السبوره الثانيه معانا واول عالم عندنا اسمه بيرسون. معامل الارتباط بيرسون قال لك ده بيقيس الكميات الكميه فقط، يعني مش وصفيه، يعني كميات فقط. اول حاجه القانون بتاعه بيقول لك ايه؟ قال لك ان الراه بتساوي، ركز بقى معايا احفظ معايا، تتكس نون سيجما س ص. نون دي عدد العناصر اللي عندنا، سيجما س في ص ناقص سيجما س في سيجما ص، يبقى نون سيجما س ص ناقص سيجما س في سيجما ص على جذر في جذر. جذر مين؟ نون سيجما س تربيع ناقص سيجما س الكل تربيع. تفرق سيجما س تربيع حاجه وسيجما س الكل تربيع حاجه، نفس اللي انت عملته في السنه هتعمله في الصاد. هو سهل خلاص اهو، يبقى نون سيجما صاد تربيع ناقص سيجما صاد الكل تربيع، يبقى نون سيجما س صاد ناقص سيجما س في سيجما صاد على جذر في جذر. مين؟
ن سيجما س تربيع ناقص سيجما س كل تربيع في جذر ن سيجما ص تربيع ناقص سيجما ص كل تربيع. احفظ واحد احفظ الثانيه. من س في ص من س في ص ناقص سيجما س في سيجما ص. احفظ معايا في الفيديو ده على جذر ن سيجما س تربيع ناقص سيجما س الكل تربيع في جذر ن سيجما ص تربيع ناقص سيجما ص الكل تربيع. تعال نشوف المسائل الاولى. كل المسألة دي المسألة دي والمسألة دي والمسألة دي مباشرين جدا. إذا كانت سيجما س بتساوي صفر، سيجما ص بتساوي صفر، سيجما س تربيع بتساوي 10، سيجما ص تربيع بتساوي 40، سيجما س ص بتساوي 20 ونم بخمسة. أوجد معامل الارتباط لبيرسون. خلاص تمام. تعال نبدأ نحل. أول حاجة أنت هتجيب مين؟ هتجيب الرا. الرا بتساوي شرط الكاس ن سيجما س قرأنا فوق. خلاص النم بكام؟ بخمسة في سيجما س ص ب20 ناقص سيجما س بصفر سيجما ص بصفر على جذر ن بخمسة في سيجما س تربيع ب10 ناقص سيجما س بصفر في كل تربيع. نفس اللي عملته في سيجما في الصاد جذر 5 في ص تربيع اللي هي ب40 ناقص سيجما ص اللي هي بصفر في كل تربيع. امسك الآلة الحاسبة اللي معاك وطلع الناتج، ما تشغلش في دماغك. 5 في 20 ناقص معايا كده حاسبة اهي 5 في 20 ناقص طبعا صفر في صفر هي الصفر على جذر 5 في 10 ناقص صفر تربيع اللي هي بصفر. تطلع بره الجذر في جذر تاني من 5 في 40 ناقص صفر. تطلع الناتج عندك بواحد. ناتج عندك بواحد باين معاك اهو. الناتج بواحد. طبعا تيجي تختار الإجابة اللي هي واحد. نفس اللي عملته فوق اعمله في الثانية. هسيبك ثانيتين كده أو 5 ثواني معاك أهو. حاول كده تفكر القانون أقعد فيه. وقف الفيديو وارجع بقى ركز معاه في الحل. يلا بينا. عندك هنا إن الرا بتساوي نو. حاضر. إنما عندك ب10 في سيجما س ص 66260. معلش الأرقام كبيرة شوية. ناقص سيجما س 800 في سيجما ص 820 على جذر اهو نو ب10 في سيجما س تربيع اللي هي 65014 ناقص سيجما س 800 الكل تربيع في جذر كمان مره. اللي انت عملته في السنه تعمله تاني في الصاع. النون ب10 في سيجما س تربيع اللي هي عباره عن 67820 ناقص سيجما ص اللي هي 820 الكل تربيع. طلع الناتج مع بعض كده. يلا بينا تاني. ادي جاز او شرط الكسر الاول. عندي مين؟ 10 في بس عندك قدامك اهي. ركز معايا. 10 في 66260 ناقص 800 في 820 على جاز 10 65014 ناقص 800 الكل تربيع. يطلع بره الجذر فيه جذر تاني 10 في 67820 ناقص 820 الكل تربيع. معلش هي طويلة شوية. طلع الناتج 8 6 0 6. 6 الأخيرة اللي عندك دي في الشاشة اللي ظاهرة دي 6 ده
تدي للصفر 1 تبقى 8 6 1 يعني 861 من 1000. ده اختيار رقم ألف. نفس اللي أنت عملته هتعمله في مثال 3. إذا كانت سيجما س ب37، سيجما ص ب100، سيجما س تربيع 323، سيجما ص تربيع ب 2242، سيجما ص نفس الفكرة. هات الراس بتساوي نون 5 في سيجما س ص عندك ب 8000 أو 800 قصدي 48 ناقص سيجما س عندك ب 37 في سيجما ص ب100 على جذر في جذر. جذر الأولانية قال لك نون، النون عندك ب5. طب برضه شوية بعد إذنك، أنت شوفها بس في جذر تاني 5 في س تربيع اللي هي عندك 323 ناقص سيجما س اللي هي عندك مين سيجما س؟ سيجما س ب 37 الكل تربيع ب5 في س تربيع عندك ب 2242 ناقص سيجما ص. سيجما ص اللي هي عندك ب100 الكل تربيع. يلا بينا تاني معايا على هنا في الآلة الحاسبة شرط الكاس. عندك مين 5 في 848 ناقص 37 في 100 على جذر 5 في 323 ناقص 37 الكل تربيع. يطلع بره الجذر في جذر كمان مرة 5 في 2242 ناقص 100 كل تربيع. طلع الناتج الحاسبة تطلع 9 8 9 وده معناه طردي يعني بالموجب طردي قوي. 9 من عندك طردي قوي. ادي الناتج. اخر مسألة معانا بيقول لك ايه؟ اذا كان س ص 1 3 4 6 7 9 6 4 4 3 2 1 ودي من ارخم المثال اللي عندنا اللي هي الجدول بس سهلة جدا. نرسم جدول عندنا في عندك 5 خانات س ص سيجما س ص وس تربيع وص تربيع. 5 حاجات عندك لازم تجيبهم الخمسه. طبعا يفضل ان الطالب ما يستخدمش دماغه خالص هنا عشان تلخبطه بس في الامتحان. الاول لازم تمسك الآلة الحاسبة معايا. يلا بينا. بكتب السينات 1 3 4 6 7 9. بعد كده بكتب الصادات 6 4 نفس الترتيب اللي عندك 4 3 2 1. بجيب س في ص بقى. يلا بينا اضرب. س ص يعني س في ص. 1 في 6 ب 6 3 في 4 ب 12 4 في 4 ب 16 6 في 3 ب 18 يبقى الحاسبة 2 في 7 14 1 في 9 ب 9. برافو عليك. هات س تربيع نضرب س في نفسها مرتين. 1 في 1 بواحد 3 في 3 ب 9 4 في 4 ب 16 6 في 6 36 7 في 7 49 9 في 9 ب 81. عايز 6 تربيع اضرب الست في نفسها مرتين. 6 في 6 36 4 في 4 16 4 في 4 16 3 في 3 ب 9 2 في 2 ب 4 1 في 1 بواحد. بالله عليك لما تيجي تعملهم ما تشغلش دماغك. احسب بالآلة الحاسبة. هتجيب سيجما س وهتجيب سيجما ص وهتجيب سيجما س ص وهتجيب سيجما س تربيع وهتجيب سيجما ص تربيع. يلا بينا معايا الآلة الحاسبة بتاعتنا ونشتغل مع بعض. أبدأ أجمع هذا خالص اللي هم 1 زائد 3 زائد 4. أنا عارف إن هي سهلة جدا بس امسك الآلة الحاسبة برضه. زائد 6 زائد 7 زائد 9 بيساوي تطلع عندك سيجما س ب 30.
سيجما صاد نفس الفكرة، هجمع كل ده اللي هو 6 مع بعض أهو، مع بعض 6 زائد 4 زائد 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1 تطلع عندك ب20. نفس الفكرة سيجما س صاد أبدأ أجمعها، عندك 6 زائد 12 زائد 16 زائد 18 زائد 14 زائد 9. معلش ما عملتش غير كسرة وانت على 1 بتساوي عندك 75. هبدأ أجمع اللي بعدها س تربيع 1 1 زائد 9 زائد 16 زائد 36 زائد 49 زائد 81 اجمع تطلع عندك ب192. هبدأ أجمع صاد تربيع نفس الفكرة، هجمع صاد تربيع اللي هي عبارة عن 36 زائد 16 زائد 16 زائد 9 زائد 4 زائد 1 تطلع ب82. أكد تاني 36 16 16 9 4 1 تطلع ب82. طبعا قانون عندك انت حافظه كده كده اللي هو الرا تجيبه هنا بيساوي نفس الفكره يا باشمهندس. اننا عددكم كام عندك؟ انما انت عندك هنا 1 2 3 4 5 6 يبقى النون ب6 في سيجما س صاد عامل ب 75 ناقص سيجما س. سيجما س عندك جمعتهم ب 30 في سيجما صاد ب 20 على جذر في جذر نو 6 في سيجما س تربيع 192 ناقص سيجما س اللي هي 30 الكل تربيع في نون برضه ب6 صاد تربيع ب 82 ناقص سيجما صاد ب 20 الكل تربيع. تعالوا مع بعض طلعوا الناتج كده ونشوفوا نقول شرط الكسر. عندك 6 75 ناقص 30 في 20 على جذر 6 في 192 ناقص 30 الكل تربيع اطلع بره الجذر في جذر كمان مرة 6 في 82 ناقص 20 الكل تربيع بيساوي تطلع عندك سالب 98 من 100 سالب 98 في كمان عندك 5 اللي هو عبارة عن عكسي قوي. هي السبورة اللي معانا في معامل الارتباط نشوف السبورة الجاية معامل الارتباط لسبير مان. يلا بينا نيجي معانا السبورة الثالثة بعد ما خلصنا بيرسون جه علم بعده اسمه سبير مان، ولكن هنشتغل على كميتين، حاجة اسمها كمية ووصفية. أما كان بيرسون كان بيشتغل على كمية فقط، كان سبير مان كمية ووصفية. كمية يعني أرقام وأعداد، أما وصفية يعني تقديرات حاجات زي جيد جدا ممتاز الحاجات دي كلها. طيب الأول كده يا باشمهندس يعني إيه كلمة سبير مان؟ قال لك ده عالم اشتغل على كلمتين، كميات قياسية أو كمية ووصفية. ماشي. قال لك نقطة منهم واحد إن الراه بتساوي 1 ناقص 6 سيجما في تربيع على نون في نون تربيع ناقص 1 من الفهم. قال لك الفي ده الفرق بين رتب س وصاد. يعني رتب يعني اول حاجه باخد السين والصاد برتبهم، يترتب اهو اول خطوه عندنا رتب س وصاد يا تصاعدي يا تنازلي. طب بعد كده لو مثلا جيت قلت لك 1 1 1 2 2 3 4 وهكذا، فلو جيت عندي لقيت رقمين عندي زي بعض بعمل ايه؟ بجمعهم الرتبه بتاعتهم دي الاولى ودي الثانيه ودي الثالثه ودي الرابعه ترتيب اهو مثلا. فلقيت مثلا ان الاثنين والاثنين متكررين فهاخد الاثنين والثلاثه اللي هي الرتبتين بتوعهم بقول 2 زائد 3 على عددكم، عددكم 1 2 يبقى 2 زائد 3 على 2 اللي هي عباره عن 2 ونص. ماشي. طب بعد كده
قال لك بجيب حاجه اسمها رتب سي ورتب ص، فيكون عندي الجدول كالاتي. اول حاجه بقول السي اللي في الجدول مديها لي زي كده، بكتب السينات. بعد كده اكتب الصادات اللي هو مديها لي، يبقى السين والصاد. بعد كده اكتب الرتب اللي انا مرتبهم، رتب سي، وبعد كده رتب صاد، بعد كده فهم، والاخيره في تربيع. لا، سين انا عارفها لما في الجدول. طب والصاد برضه اللي في الجدول. طب رتب سين الرتب اللي انت رتبتهم، خد بالك بقى نختار من هنا ونشوف الرتب بتاعتك كام ونكتبوها. رتب صاد قال لك نفس الفكره، هتكتب الصاد وتكتب الرتب. طب الفهم قال لك الفهم عباره عن رتب سي ناقص رتب صاد، ولازم شرط اساسي ان الفي ده تكون بصفر. لو ما طلعتش معاك بصفر تبقى انت غلطان. يبقى الفي ده لازم تكون بصفر، لو جمعتهم في الاخر تكون بصفر. بعد كده تربع الفي يديك فيه تربيع، وده اللي انا عايزه في القانون كله. ر بتساوي 1 ناقص 6 سيجما في تربيع على نون في نون تربيع ناقص 1. مين النون؟ عدد الكلمات اللي مديها لنا. مثال واحد، اذا كانت هي الفروق الفرق بين س وص، بين س وص، وكان سيجما في تربيع بتساوي صفر، فان معامل الارتباط بيساوي نقط. اكتب القانون. ر بتساوي 1 ناقص 6 سيجما في تربيع على نون في نون تربيع ناقص 1. يبقى 1 ناقص 6 ما تكملش. ليه؟ لان في تربيع بصفر، ما تكملش الباقي. صفر في اي حاجه بصفر. يبقى 1 ناقص صفر بكام؟ بواحد. ممتاز. لا يا جماعه موجود. يبقى نكتب القانون عندي. القانون عندي بالنسبه لنا 1 ناقص 6 سيجما في تربيع على نون في نون تربيع ناقص 1. 1 ناقص 6 سيجما في تربيع عندك بصفر اهي موجوده عندك اهي صفر. 1 ناقص 6 بصفر، على اي حاجه بصفر. يبقى 1 ناقص صفر بكام؟ بواحد. عند حساب معامل ارتباط لسبيرمان وكان سيجما في تربيع بتساوي 40 والنون بخمسه. عوض. ر بتساوي 1 ناقص 6 سيجما في تربيع على نون في نون تربيع ناقص 1 بيساوي 1 ناقص 6 سيجما في تربيع عندك ب 40 على نون في 5 5 تربيع ناقص 1. طلع الناتج بالآلة الحاسبة. ركز معايا كده. يلا بينا. شرط واحد ناقص شرط الكسر 6 6 في 40 على 5 في 5 تربيع ناقص 1. طلع بيساوي بآلة حاسبة. تطلع عندك الإجابة -1. هتظهر قدامك على الشاشة اهي. يلا بينا. يبقى ده عندك بكام؟ -1. طيب لو انت لسه متابع لحد دلوقتي وما اشتركتش في القناه، انزل اشترك وارجع كمل الفيديو عشان كمل جاي مش اشترك. اشتركت؟ يلا بينا. معامل ارتباط نسبيا نان بين س وصاد يساوي، مديك السين ومديك الصاد. ممتاز، مقبول، جيد، مقبول، جيد، جيد جدا، الحاجات دي كلها. طب بص عشان ما تكتبوش ارقام تعال نكتبه. هتكتبها ازاي؟ والله يا باشمهندس اكتب تصاعدي. اصغر حاجه عندك ضعيف. هل موجود ضعيف؟ لا. بعده مقبول. عندك كام مقبول اهي؟ مقبول ومقبول، يبقى اكتب مقبول اهو. مقبول بس ايه؟ بمشي خطوات بالراحه اهو. مقبول. مقبول كام مره؟ في مقبول تاني؟ لا. بعد كده جاي. طب جاي اهي. جاي. في جيد كمان؟ لا. بعد كده جيد جدا. جيد جدا. بعد كده كمان واحد جيد جدا. جيد جدا. بعد كده كمان واحده ممتاز. يبقى ممتاز. انا رتبت السي. قبل ما تكمل اكتب الصاد بالمره يلا. الصاد. يلا بالاحمر يلا بينا. في ضعيف؟ لا. في مقبول؟ مقبول. في كمان مقبول؟ في كمان مقبول اهو. في جيد؟ اه. اتنين جيد. جيد جيد. جيد والجيد. بعد كده جيد جدا. جيد جدا. بعد كده ممتاز. ممتاز. تعرف كده تعملها ازاي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. هتلاحظ عندك قيمتين متكررين اللي هم مقبول، واثنين كمان جيد. بجمعهم مقسوم على عددكم
بقول 1 زائد 2 على الاتنين. 1 زائد 2 ب2 3 على الاتنين فواحد ونص. خليها جنبك كده. ما فهمت؟ افهم فيها جدا. 4 زائد 5 على الاتنين. عددهم 2. طب لو كان 3 بقسم على الثلاثة. مجموعهم اقسم على الثلاثة. 4 و5 على 9 على 2 فأربعة ونص. تعالى الناحية التانية. مقابل 1 1 2 1 2 قصدي 3 4 5 6. هلاحظ المجموع في 2 متكررين اللي هم عبارة عن معذرة 1 و2. فقول 1 زائد 2 على 2 يطلع 1 ونص. في الجاي نفس الفكرة 3 و4. فقول 3 زائد 4 على 2 3 ونص. تعال بقى اشتغل الجدول بتاعك. هنرسم الجدول بتاعك. في صاد رتب س رتب صاد. ترتيب اهو س صاد رتب س رتب صاد ف وف ايه؟ تربيع. ممتاز. ده اللي انا عايزه اصلا في الاخر. السن الاول كده حركة وحروف. مجموعها النظام مين مثلا؟ جيد جيد بالجيم مثلا. جيد جدا جيم جيم مثلا. او اكتبها عادي مش مشكله. يلا بينا. ممتاز في الاول. ممتاز. ثم بكتب في الجدول مش ده. بكتب في الجدول فوق مجموع. بعد كده جيد. بعد كده معدول. بعد كده جيد جدا. بعد كده جيد. احنا كتبنا كام؟ 1 2 3 4 5. اخر واحده جيد جدا. الحمد لله شويه. صح. نفس الفكره في الجدول. في الجدول جيد جدا معبوء. بعدها برضو معبوء. بعدها جيد. بعدها جيد. بعدها ممتاز. يلا بينا. تعال بقى. ممتاز بالنسبه لنا في السين رتبتها كام؟ 6. اكتب قصادها 6 براسي. ممتاز هنا عندها 6. طب مقبول. هنا مقبول عندي 2 هي 1 ونص اهي. طب جيد. جيد عند 3. طب مقبول تاني. مقبول تاني عند 1 ونص. طب جيد جدا. جيد جدا عند 4 ونص. جيد جدا تاني ب4 ونص. تعالى في راسه نفس الفكره في راسه. نكتب هنا اهو. ترتيب بالنسبه لنا اهو. احنا مطلعين اول حاجه جيد جدا. جيد جدا عند 5. مقبول. مقبول عند 1 ونص. مقبول تاني عند 1 ونص. جيد عند 3 ونص. جيد تاني 3 ونص. عندك ممتاز عندك 6. اطرح بقى. ده ناقص ده. 6 ناقص 5 بواحد عشان تجيب الفهم. 1 ونص ناقص 1 ونص بصفر. 3 ناقص 1 ونص بواحد ونص. 1 ونص ناقص 3 ونص بسالب 2. 4 ونص ناقص 3 ونص بسالب 1. قصدي بواحد. 4 ونص ناقص 6 بسالب 2 او بسالب 1 ونص. لو جيت جمعت دول لازم يطلع عندك بصفار. لازم يا جماعه ده مطلوب بصفر. اجمعهم متاكد. تعالى هنا انا عايز فيه تربيع. ربع. 1 تربيع بواحد. 0 تربيع بصفر. 1 ونص تربيع ب2 وربع. سالب 2 تربيع ب4. 1 تربيع بواحد. 1 ونص تربيع ب2 وربع. هبدا اجمع دول. ده اللي انا عايزه. ده اللي انا عايزه. كل ده عشان اجيب الحبه دول. اجمع 1 و1 2. وعندك 2 وربع و2 وربع ب4 ونص. وعندك 2 يبقى 6 ونص. و4 ده كله ب10 ونص. هكتب القانون. ر بتساوي مين؟ يلا بينا. 1 ناقص 6 سيجما في تربيع على نون في نون تربيع ناقص 1. القانون ده اللي هتعوض فيه في الاخر. يبقى الرا بتساوي 6
في سيجما تربيع ب10.5 على، بس خد بالك مش هنكتب الواحد، واحد ناقص 6 في 10.5 على نون عددته 1 2 3 4 5 6، يبقى 6 في 6 تربيع ناقص 1. معانا ايه الحاسبة؟ يلا بينا. معانا الحاسبة. 1 ناقص فكات 6 في 10.5 تربيع على 6 في 6 تربيع ناقص 1. اوعى تستخدم دماغك بالله عليك عشان الامتحان. تطلع ب7/10 اللي هي عندك كام؟ 7/10. يبقى اختار عندك 7/10. وده اهم جزئيه، اهم اسئله عندك في البيرمان وبيرسون. هخش الجزء اللي بعده، حاجه اسمها معادله خط الانحدار. يلا بينا. وده اخر جزء عندنا في الوحده الاولى، معادله خط الانحدار. سهله جدا وبسيطه ومش صعبه واي حد هيفهمها. خدنا معادله خط الانحدار قبل كده لما كنا في ثالثه اعدادي، خدنا حاجه اسمها معادله الخط المستقيم. خدناها في ثالثه اعدادي وفي اولى ثانوي. هو نفسها. فاكر لما كنت باجي اقول لك صاد بتساوي م س زائد ج في ثالثه اعدادي؟ ايوه فاكر. مين المين دي؟ كان المين فعلا. دي كانت المين في ثالثه اعدادي ولا ثانوي كمان. النهارده هاخد ايه؟ صاد بتساوي الف او الاول ب س زائد الف. صاد بتساوي ب س زائد الالف. مين الب؟ هي نفسها المين. ومين الالف؟ الجزء المكتوب. بس قال لك هنا تختلف شويه ان هي بطريقه ثانيه خالص. يبقى المعادله ص بتساوي ب س زائد ا. اوعى تبدلها. اوعى تقول لي ا ب س زائد ب، غلط. ص بتساوي ب س زائد ا. قال لك الب لها قوانين والالف لها قوانين. الب قانونها شبه مين؟ فاكر عمك بيرسو؟ ايوه، بس احنا في اول الحصه. عمك بيرسو قال لك ايه؟ قال لك انت ممكن تجيب الب بنفس قانونه بس في اختلاف جزء بسيط. ايه هو؟ قال لك عباره عن نون سيجما س ص ناقص سيجما س في سيجما ص. ده هو يا استاذ شبهه. ايوه، انا لسه ما كملوه. على، كنت بتقول في بيرسون في جاز. لا هنا مفيش جاز. قال لك نو سيجما س تربيع ناقص سيجما س الكل تربيع، وبشتغل على السين فقط. يبقى نون سيجما س ص ناقص سيجما س في سيجما ص على نون في سيجما س تربيع ناقص سيجما س الكل تربيع. هو نفس قانون بيرسو بس بشيل الصاء، الجزء الثاني بشيل الجذر. طيب الالف. قال لك الالف يا ريس بجيبه ازاي؟ لازم الاول تطلع الب. طب بجيبه ازاي؟ قال لك عباره عن سيجما ص ناقص سيجما س على نون. سيجما ص ناقص، في هنا معظمتها ب ناقص ب سيجما س على نون. سيجما ص ناقص ب سيجما س على نون. ماشي. طب بعد كده قال لك يا باشمهندس جبت الباء وجبت الالف، عوض في المعادله. ص بتساوي الباء طلعتها في السي، في السي زي ما هي ثابت عندك، سين زي ما هي، زائد الف. الف طلعتها. عندي حاجه اسمها قيمه او مقدار الخطا. بعد ما بتطلع المعادله بيقول لك في خطا عنده. مين هو الخطا؟ قال لك يا باشمهندس بجيبه ازاي الاول؟ قال لك بجيب حاجه اسمها القيمه الجدوليه ناقص القيمه التي تحقق المعادله. القيمه التي تحقق المعادله، ولازم يكون بالموجب. بقيمه مطلقه لازم يكون بالموجب. يبقى تاني مقدار الخطا. لو مثلا قال لك ايه؟ انا مثلا عايز السين، هات مقدار الخطا عندما السين مثلا ب6. رحت شفت السين ب6 في الجدول، لقيت الصاد بتاعتها مثلا ب8. ولما عوضت عن السين ب6 في المعادله لقيت الصاد بتاعتها ب8 مثلا و5 من 10. فاصبح في مقدار خطا دلوقتي. ازاي نديني الصاد او السين لما كان ب6 الصاد ب8 في الجدول، وازاي لما جيت عوضت عنها في المعادله، لما جيت عوضت عن ال6 مكان السين في المعادله
لقيت الصاد طلعت ب8.5 مثلا، يبقى عندي كده مقدار خطأ. باجيبه ازاي مقدار الخطأ؟ باقول 8 ناقص 8.5 مقدار الخطأ كام؟ نُص. آخر حاجة عندنا خط الانتشار. قال لك يا باشمهندس خط الانتشار دوّة فيه كذا نوع، تعال نشوفه. قال لك لو كل النقط في خط الانتشار على خط مستقيم، خط مستقيم ميله موجب، قال لك يبقى هو في التربيع. بمعنى لو كل يا باشمهندس بقى على الخط المستقيم كامل النقط، قال لك بسميه تربيع تام. طب لو الخط مستقيم اهو، لو زي ده بقى خط مستقيم ميله سالب، ميله سالب، يبقى انا في مين؟ في العكسي، اللي هو زي كده، ده عكسي. بسميه برضو لو كل النقط بتقع عليه بسميه عكسي تام. يبقى ده طرد تام، هنا عكس تام. يبقى لو طلع كده طرد تام، هنا عكس تام. تعال نشوفه بقى درجاته. قال لك يا باشمهندس لو نفس النقط طلع كده بس في نقط بعيدة عنه خالص، فدي بسميه طردي. بس النقط بعيدة عن خط الإنشاء فبسميه طردي ضعيف. ونفس الفكرة في العكسي، لو النقط بعيدة عنه فبسميه عكسي ضعيف. يبقى ده طردي بس ضعيف، هنا عكسي ضعيف. طب هنا بدأت تقرب شوية، يعني متوسط، بسميه طردي متوسط. أما ده بسميه، طبعا ده بسميه عكسي متوسط. طب بالمنظر كده لقيت النقط لزقت في الخط، لزقت كلها، نسميه طردي اللي فوق طردي قوي. خد بالك مش تاني تام اهو، ده مش تام، ده اللي تام، ده مش تام، ده تام اهو. كل النقط على خط الانحدار. طيب هنا استاذ مفيش انطباق، ولا في خط طالع فوق ولا خط زي تحت، فده بسميه منعدم. يبقى تاني، بعد خط الانحدار بتساوي ص بتساوي ب س زائد الالف. الباء اللي هي عباره عن ن سيجما س ص ناقص سيجما س سيجما ص على ن سيجما س تربيع ناقص سيجما س الكل تربيع. الالف عباره عن سيجما ص ناقص ب سيجما س على ن. مقدار الخطا كما جدولنا سكرين المعادله. خط انتشار عندك، ممكن تاخد سكرين للسبوره دي وتبدا نحل عليها السبوره الجايه. هنا السبوره الثانيه في الدرس الثاني. مثال واحد بيقول لك في دراسة العلاقة بين متغيرين س وص إذا علم أن سيجما س ب10 وسيجما ص ب32 ونون ب4، وكان معادلة خط الانحدار كالآتي: ص بتساوي أ زائد 2 س. خد بالك الاتنين ده هي اللي هي الب، اوعك تنساها. ماشي، عايز قيمة الألف. هات الألف، كان له قانون أ بيساوي سيجما ص ناقص ب في سيجما س على ن. سيجما ص اللي هو ب32 ناقص ب اللي عندك ب2 في سيجما س، عندك سيجما س ب10 على نون اللي هي بكام؟ النون اللي هي ب4. 32 ناقص 2 في 10 على 4 دقيقة حاسبة تديك 3. فازاي؟ 2 في 10 ب 20، 32 ناقص 20 ب 12 على 4 بتاعت 3. الشكل المقابل بيقول لك نوع الارتباط هو أستاذ، طبعا لما لك كده نوع الارتباط ده يا باشمهندس هو طردي. هل هو تام ولا طردي بس؟ لا طردي بس. اشمعنى؟ لان لو تام كان لازم يكون على نفس خط الانحدار، لازم يكون على الخط بالظبط كل النقط. اذا كان معدل خط الانحدار اصلا بتساوي 8 من 10 س، فيبقى قيمه ص المتوقعه عندما س ب5. عوض عن الس ب5 ازاي؟ يبقى ص بتساوي 7 ناقص 8 من 10 في 5. بقى حاسبه 8 من 10 في 5 تطلع ب4، 7 ناقص 4 يديك 3. إذا اختيار رقم ب. مثال 4، إذا كانت ص بتساوي 2 من 10 س زائد 3، وكانت ص جدولية، مديك أنا ص جدولية في مقدار الخطأ أكيد، عندما الس ب5 هو 4، فإن مقدار الخطأ لازم تعوض في المعادلة الأول عن الس ب5. المعادلة ده أهي، يبقى ص بتساوي
تساوي مين؟ 2 من 10 في السين ب5 زائد 3. طبعا يبقى انا حاسبه يديك 4. استاذ انا عايز مقدار الخطا، يبقى مقدار الخطا بيساوي القيمه الجدوليه اللي هو مديها لك بكام؟ لما كانت السين ب5 مديها لك ب4 ناقص قيمه المعادله اللي برضه بكام عندك؟ ب4. تطلع بقى الحاسبه صفر. يبقى تاني الرقم اللي يديهولك عوض بيه في المعادله الاول. شيل سين حط 5 يبقى 2 من 10 في 5 زائد 3 تطلع بقى الحاسبه 4. عايز مقدار الخطا. استاذ كلمه مقدار الخطا هجيبها ازاي؟ والله مقدار الخطا القيمه الجدوليه لو مديها لي بس قيمه المفروض ان انت مطلعها ب4 4 ناقص 4 من بقيه الجدول الاتي س وصاد مديك 6 و4 5 و7 7 و5 8 و6 10 و8 6 و7 و7 و8 مديك معادله خطا من تحضير كذا. عايز مقدار الخطا عندما س ب10. عوض عن السين ب10. حاضر عوضنا عن السين ب10 في المعادله. يبقى صاد بتساوي 4 و2 من 10 زائد 3 من 10 في 10 تطلع عندك ب7 و2 من 10. انا عايز مقدار الخطأ القيمة الجدولية هجيبها ازاي يا استاذ؟ تعالى هنا بقى. هو عند السين ب10. ايوه السين ب10 اهي. لما كانت السين ب10 كانت الصاد بكام؟ في الجدول برافو عليك السين ب10 يبقى الصاد ب8 ناقص القيمة اللي انت مطلعها ب7 و2 من 10. 8 ناقص 7 و2 من 10 تطلع عندك ب 8 من 10. طبعا لازم نحط السؤال ده اختيارات فهيكون المفروض الاختيار بكام؟ ب 8 من 10. مثال 6 إذا وقف النقطتان 11 ونص و10 و6 ونص و5 على خط انحدار واحد والسعر أجيب قلت لك إن البيع عشان تقدر تجيبها لازم تجيب الميل. كنا بنوصل في التعبير كده. طب مديك نقطتين هات الميل. هتجيبه ازاي؟ قال لك اللي كنت بجيبه قانون افكرك بيه الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات اللي هي صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1. سمي دي بسي 1 ودي صاد 1 ودي سين 2 ودي صاد 2. فتيجي تقول لي بيساوي شرط الكاس عباره عن ساد هنا صاد 2 5 ناقص صاد 1 اللي هي ب 10 اهي صاد 2 ب5 ناقص صاد 1 ب10 على سين 2 6 ونص ناقص سين 1 ب11 ونص تطلع من آلة حاسبة بواحد. ده معناه إن الارتباط تام تاما. طب ليه ما اخترتش طردي؟ ليه ما اخترتش عكسي؟ قال لك لو انت مديك طردي هو واحد يا استاذ طردي ما ان المفروض تختار طردي. لا استنى واحد او سالب واحد تام من غير كلام من غير ما تفكر. واحد سالب واحد تام حتى لو واحد حتى لو واحد. طب ما انت مطردي لا هي تام. اشمعنى؟ يعني لو قلت لك واحد وسالب واحد درجه التام يعني هو طردي تام. تعالى هنا هو عنده خط الانحدار اذا كانت ص بتساوي ا زائد ب س وكان معامل س اكبر من الصفر. معامل س ده اللي هو الب والب ده عنده حاجه من الاثنين. لو عندك بالموجب ولو عندي بالسالب. لو بالموجب زي ما اتفقنا اللي هو معامل س يبقى طردي. طب لو بالسالب يبقى عكسي. يبقى لو بالموجب طرد بالسالب عكسي غير ما تفكر. هو يقول لك اكبر من الصفر يعني الموجب يبقى يا استاذ خلاص اهي قلتها طرد. اذا كان فاللي بعده عليها برضه معامل خط الانحدار بتساوي ص ناقص 5 بالعشرة س. الب هنا بالايه؟ هتقول له بالسالب. خلاص تسالني موجب طردي سالب عكسي موجب طردي سالب عكسي شكرا. يبقى هي بالسالب هتكون ايه؟ بالعكسي. السبوره الجايه ان شاء الله هتكون اخر سبوره في الوحده الاولى تمام. وبكده حليت لك على كل الافكار اللي بتيجي في الامتحان. زي ما قلت لك لو سمعت الفيديو ده والله هتلاقي سؤال الارتباط في الامتحان وسؤال بتاع معادله خط الانحدار في الامتحان. بيجي لك من النوع دي كذا سؤال. ان شاء الله هيكون من السبوره الجايه في سؤال منها في الامتحان باذن الله.
يلا بينا. يلا بينا. هنا السبورة التانية في الدرس الثاني. مثال واحد بيقول لك في دراسة العلاقة بين متغيرين سينوسات إذا علم أن سيجما س ب10 وسيجما ص ب32 ونون ب4 وكان معادلة خط الانحدار كالآتي: ص بتساوي أ زائد 2 س. خد بالك الاتنين ده هي اللي هي ده، اوعك تنساها. ماشي. عايز قيمة الألف. هات الألف. كان له قانون: أ بيساوي سيجما ص ناقص ب في سيجما س على نون. سيجما ص اللي هو ب 32 ناقص ب اللي عندك ب2 في سيجما س عندك سيجما س ب10 على نون اللي هي بكام؟ نون اللي هي ب4. 32 ناقص 2 في 10 على 4 لقاها محاسبة تديك 3. ازاي؟ 2 في 10 ب 20. 32 ناقص 20 ب 12 على 4 بتاعت 3. الشكل المقابل بيقول لك نوع الارتباط هو أستاذ. طبعا انا مسؤولك كده. نوع الارتباط ده يا باشمهندس هو طردي. هل هو تام ولا طردي بس؟ لا، طردي بس. اشمعنى؟ لان لو تام كان لازم يكون على نفس خط الانحدار، لازم يكون على الخط بالظبط كل النقط. اذا كان معدي خط الانحدار بتساوي 7 ناقص 8 من 10 س، فيبقى قيمه ص المتوقعه قدامها س ب5. عوض عن الس ب5 ازاي؟ يبقى ص بتساوي 7 ناقص 8 من 10 في 5. بقى حاسبه 8 من 10 ب5 تطلع ب4. 7 ناقص 4 يديك 3. إذا اختيار رقم ب. مثال 4: إذا كانت ص بتساوي 2 من 10 س زائد 3 وكانت ص جدولية، مديك أنا ص جدولية حسب مقدار الخطأ أكيد، عندما الس ب5 هو 4، فإن مقدار الخطأ لازم تعوض في المعادلة الأول عن الس ب5. المعادلة ده اهي. يبقى ص بتساوي 2 من 10 في الس ب5 زائد 3. طبعا يبقى أنا حاسبة يديك 4. أستاذ أنا عايز مقدار الخطأ، يبقى مقدار الخطأ بيساوي القيمة الجدولية اللي هو مديها لك بكام؟ لما كانت السن ب5 مديها لك ب4 ناقص قيمة المعادلة اللي برضه بكام عندك؟ ب4. تطلع بقى الحاسبة صفر. يبقى تاني الرقم اللي يديهولك عوض بيه في المعادلة الأول. شيل 5 يبقى 2 من 10 في 5 زائد 3 تطلع بقى الحاسبة 4. عايز مقدار الخطأ. أستاذ كلمة مقدار الخطأ هجيبها إزاي؟ والله مقدار الخطأ القيمة الجدولية اللي هو مديها لك ناقص قيمة المعادلة اللي أنت مطلعها ب4. 4 ناقص 4 صفر. من بداية الجدول الآتي س وص مديك 6 و4 5 و7 7 و5 8 و6 10 و8 6 و7 و7 و8. مديك معادلة خط من تطبيق كذا. عايز مقدار الخطأ عندما س ب10. عوض عن الس ب10. حاضر. عوضنا عن الس ب10 في المعادلة. يبقى ص بتساوي 4 و2 من 10 زائد 3 من 10 في 10. تطلع عندك ب7 و2 من 10. انا عايز مقدار الخطأ القيمة الجدولية هجيبها ازاي يا استاذ؟ تعالى هنا بقى. هو عند السن ب10. ايوه السن ب10 اهي. لما كانت السن ب10 كانت الصاد بكام؟ في الجدول برافو عليك السن ب10 يبقى الصاد ب8 ناقص القيمة اللي انت مطلعها ب7 و2 من 10. 8 ناقص 7 و2 من 10 تطلع عندك ب8 من 10. طبعا لازم نحط السؤال ده اختيارات، فهيكون المفروض الاختيار بكام؟ ب8 من 10. مثال 6: إذا وقف النقطتان 11 ونص و10 و6 ونص و5 على خط انحدار واحد، والسبب أنا جيت قلت لك إن الباء عشان تقدر تجيبها لازم تجيب الميل. كنا بنوصل التعبير كده. طب مديك نقطتين هات الميل. هتجيبه إزاي؟ قال لك اللي كنت بجيبه قانون أفكرك بيه: الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات اللي هي صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1. سمي دي بسي 1 ودي صاد 1 ودي سين 2 ودي صاد 2. فتيجي تقول لي بيساوي شرط الكاس عبارة عن سا
هنا صاد 2 5 ناقص صاد 1 اللي هي ب 10 اهي. صاد 2 ب 5 ناقص صاد 1 ب 10 على سين 2 6 ونص ناقص سين 1 ب 11 ونص. تطلع من الآلة الحاسبة بواحد. ده معناه إن الارتباط تام تاما. طب ليه ما اخترتش طردي؟ ليه ما اخترتش عكسي؟ قال لك لو انت مديك طردي، هو واحد يا استاذ طردي، ما ان المفروض تختار طردي. لا استنى، واحد او سالب واحد تام من غير كلام، من غير ما تفكر. واحد سالب واحد تام، حتى لو واحد، حتى لو واحد. طب ما انت مطردي، لا هي تام. اشمعنى؟ لو قلت لك واحد وسالب واحد درجه التام، يعني هو طردي تام. تعالى هنا، هو عنده خط الانحدار اذا كانت ص بتساوي ا زائد ب س وكان معامل س اكبر من الصفر. معامل س ده اللي هو الب، والب ده عنده حاجه من الاثنين. لو عندك بالموجب ولو عندي بالسالب. لو بالموجب زي ما اتفقنا اللي هو معامل س يبقى طردي. طب لو بالسالب يبقى عكسي. يبقى لو بالموجب طرد، بالسالب عكسي، من غير ما تفكر. هو يقول لك اكبر من الصفر يعني موجب، يبقى يا استاذ خلاص اهي قلتها طرد. اذا كان فاللي بعده عليها برضه معامل خط الانحدار بتساوي ص ناقص 5 بالعشرة س. الب هنا بالايه؟ هتقول له بالسالب. خلاص، تسالني موجب طردي سالب عكسي، موجب طردي سالب عكسي، شكرا. يبقى هي بالسالب هتكون ايه؟ بالعكسي. السبوره الجايه ان شاء الله هتكون اخر سبوره في الوحده الاولى تمام. وبكده حليت لك على كل الافكار اللي بتيجي في الامتحان. زي ما قلت لك لو سمعت الفيديو ده والله هتلاقي سؤال الارتباط في الامتحان، وسؤال بتاع معادله خط الانحدار في الامتحان. بيجي لك من النوع دي كذا سؤال. ان شاء الله هيكون من السبوره الجايه في سؤال منها في الامتحان باذن الله. يلا بينا، يلا بينا. كده اخر سبوره معانا في الوحده الاولى. بعد ما تسمع الفيديو ده اضمن لك درجات امتحان الوحده الاولى. ليه؟ لان كده خدنا كل تفاصيل الوحده وكل الافكار اللي بتيجي في الامتحان من اول ما ثانويه عامه اتحطت لحد دلوقتي. ده افكار الامتحانات بتحصل. ذاكر الفيديو ده، ذاكر اللي فيه كويس، وما تقلقش من اي حاجه يا بطل. يلا بينا. اذا كانت معامل خط الانحدار ص بتساوي 5 زائد 4 من 10 س، فين نوع الارتباط؟ الاول كده كلمه نوع الارتباط بيتحدد من الب. الب اللي هي معامل السين. موجب يبقى طردي، سالب عكسي. هنا مين؟ هنا موجب، شكرا يبقى طردي. على يا باشمهندس على طردي. مثال 10 من بيانات الجدول الاتي معادله خط الانحدار هي. مشكله ان السؤال ده رخم شويه وحله طويل. تقدر تجيب السين والصاد وسين انفصال وسين تربيع. تعالى يلا بينا. هات السين اللي هي عباره عن واحد واثنين وثلاثه. طب الصاد 6 5 4. هات سين في صاد، 1 في 6 ب 6، 2 في 5 ب 10، 3 في 4 ب 12. هات سين تربيع، 1 تربيع بواحد، 2 تربيع ب4، 3 تربيع ب9. اجمع دول عندك 6 يبقى سيجما س ب6. اجمع دول ب 15 سيجما صاد. سين صاد اجمعهم عندك 28. سين تربيع اجمعهم يطلع عندك ب 14. هات لي الب. خلاها قانون عباره عن نون سيجما س صاد واكتساب ناقص سيجما س في سيجما صاد على نون سيجما س تربيع ناقص سيجما س الكل تربيع. برافو عليك. عوض. النون عندك 3 عرفتهم 3. س صاد عندك ب 28 ناقص سيجما س ب 6 في سيجما صاد 15 على نون ب3 في سيجما س تربيع ب 14 ناقص سيجما س اللي هي عباره عن 6 الكل تربيع. طبعا تمسك الآلة الحاسبة معانا ويلا بينا. افتح آلتك، آلة حاسبة افتحها معانا يلا بينا. يلا يا بطل، جاهز. طب الكاس 3 في 28 ناقص 6 في 15 على تحت 3 في 14 ناقص 6 تربيع بيساوي. تطلع عندك بسالب 1. النتيجة اهو سالب 1، شايفه؟ يلا بينا. يبقى انا كده معامل السين اللي هي البيت طلعت بسالب 1. يبقى كده
ب ود ملغيين معايا، فاضل لي الألف ودي. اللي هيفرق معايا الألف، هجيب قيمة الألف فين؟ تعالى معايا كده حل تحت هنا. ألف عبارة عن بقية المسائل اللي فوق حلها تحت، عبارة عن سيجما ص ناقص ب سيجما س على ن. تعالى عوض سيجما ص، والله يا أستاذ سيجما ص أنت مطلعها عندك ب 15 ناقص ب، ب ده بسالب واحد، سالب سالب بموجب، في س السين اللي عندك بستة، هنروح عليهم 3، 15 6 21 على 3 فيها 7، يبقى أنا عندي 7 ناقص س اللي هو الاختيار رقم ألف. هو ده يا باشمهندس، الألف طلعت ب7 والب طلعت بسالب واحد. إذا وجدنا السؤال ده جالك في تجريب 2025 ومهم جدا، إذا وجدنا أفضل خط مستقيم يلائم مجموعة من النقاط نزلت س وص، كما المثال ده، فإن ص بتساوي أ زائد ب س كل من نهايته صحيح ما عدا، ركز في حتة زي دي خطيرة، ما عدا أول حاجة ده خط الانحدار سالب، المستوى سالب أهو، شكرا، فالبي بالسالب دي معايا صح، ده أقل من الصفر. س هو المتغير التابع، لا بص يا باشمهندس عندي متغيرين تابع ومستقل، مين التابع؟ الصاد، طب المستقل السين، يبقى دايما السين مستقل والتابع اللي هي صاد في معامل خط الانحدار، يبقى دي غلط، يبقى هي دي. طب كلمة أي رقم من الصفر فعلا لأنها فوق في الجزء الموجب، زيادة س تؤدي إلى نقص صاد فعلا اللي هو التغير هنا عكسي، عشان بقى أقل من الصفر، يبقى الوحيدة اللي غلط س هو المتغير التابع، س هو المتغير المستقل. إذا كان الشكل المرسوم يمثل خط الانحدار فإن معامل الانحدار هو، باشمهندس جيت قلت لك معامل الانحدار اللي هو معامل السين اللي هو بجد الميل، طب هجيبه إزاي؟ بس لازم من عند الميل كنت بجيبه بكذا طريقة، فرق الصاد على فرق السينات وسلم معامل س على معامل صاد وظا الزاوية، خدناها امتى في ثالثة إعدادي في أولى ثانوي، ارجع لها بقى. هقول له هجيب ظاهر والظا بتساوي مقابل على مجاور تجربة 2025 ومهمة جدا، بتساوي المقابل بكام؟ عد الوحدات كده، ادي 1 2 3 يبقى طول 3 وحدات، ومجاور 1 2 3 4، ده خط مستقيم اهو، هات الزاوية اللي هنا، هات الهاء، ظاهرة بتساوي مقابل على مجاور اللي هو 3 على 4 اللي هي ب 75% بالآلة الحاسبة. يعني كده المسألة دي هجيبها بالنظام مقابل على مجاور، مقابل على مجاور، مقابل على مجاور، مقابل 3 على 4. السؤال ده خطير جدا ومهم، السؤال ده مهم جدا، السؤال ده مهم جدا، مقابل على مجاور 3 على 4 اللي هي 75%. عند رسم شكل الانتشار بين متغيرين س وصاد، إذا كانت جميع نقاط الانتشار ميل موجب، موجب بقى على خط مستقيم واحد ميل موجب، يبقى التغير الفردي تام. برافو عليك، برافو عليك، رد تام اللي هي الاختيار رقم د. إذا كانت مقدار الخطأ عندما س، السؤال ده برضه خطير، إذا كانت مقدار الخطأ عندما س ب8 هو 3/10 فإن قيمة السرعة تحقق بعد خط الانحدار يمكن أن تساوي نقط. هقول لك سر في السؤال ده بس طبعا الحلول الأول. أنا عندي مقدار الخطأ بيساوي إيه؟ مقدار الخطأ بيساوي القيمة الجدولية ناقص قيمة المعادلة. عندك مقدار الخطأ ب 3/10، قيمة جدولية لما كانت السين ب8 كانت السرعة عندها 6 ناقص قيمة المعادلة أنا عايزها وده بيساوي 3/10. أما أجي يا باشمهندس كده بقول لك 6 ناقص كام يديك 3/10، عشان ما تلخبطش نفسك وأقول لك السر، يا تجمع 3/10 يا تطلع 3/10 وشوف الاختيارات. شايف ده اهي، اجمعها مرة على الستة واطرحها مرة، لو جمعتها مرة تلاقي 6 و3/10، 6 و3/10، ولو طرحتها مرة هلاقيها 6 و3/10 ب5 و7/10. شوف الاختيار يا أستاذ وريح دماغك، هتلاقي 6 و3/10 هي الموجودة اللي هي الاختيار رقم دي. وبكده انتهت حلقتنا، والحلقة الجاية بإذن الله هشرح لك الوحدة الثانية
برضه تلخيص كامل والأسئلة المهمة اللي بتيجي في الامتحان، إن شاء الله هنتوقعوا الامتحان بإذن الله الفترة الجاية. خد بالك اوعى تنسى تعمل اشتراك في القناة، المرة التانية بفكرك اوعى تنسى تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان أي حاجة توصل لك بنزلها سواء شرح أو نصايح. إن شاء الله أشوفكم على خير الحلقة الجاية بإذن الله. سلام.